نفسي لطفي عبود يمسك قضايا بتاعتي. سيادة القاضي غاب ساعة كاملة من هذه التسجيلات. دور لطفي المحامي كان شخصية خاصة جدا، يعني كاركتر. يعني أول ما قريت حسيت إنه لا، أنا دي حاجة أنا عايز أعملها، وممكن تبقى من الشخصيات اللي هي تبقى بتعلم في حياتي. يعني أصعب حاجة كان يمكن إن أنا ألاقي صوته، طريقة الكلام اللي هو بيتكلم بيها، لأن هو مش بيتكلم زي ما أنا بتكلم دلوقتي. بتروح في المحاكم والله العربي بتاعه كويس جدا، ومخارج الفاظه واضحه، وطريقه وعنده قاموس كلام، ما هواش بيتكلم يعني مش هقول لك مفيش فايده، اقول لك مفيش جدوى اللي احنا بنعمله، وان شاء الله يلاقي استحسان. ده قاموس لطفي عبود تماما. حيث ثبت قصور التحقيق عن الإحاطة بكافة المشتبه فيهم. اتفرجت على مرافعات كتير جدا، وخدت من المرافعات كأنه هو بقية حياته هي عبارة عن مرافعة صغيرة. بس اللي انتم مش شايفينه ان الفيديو ده مزيف فقط لإثبات التهمة على موكلتي. كان مشهد صعب، كان شغل كتير، حفظ كتير، مصطلحات قانونية كتير، لغة عربية كتير. غير يوم التصوير كنا في إدارة القضاء العالي، وقعدنا ساعة، كان عندنا يوم واحد بس فيه، فطولنا جدا عشان لازم ناخد المشاهد كلها. فكان يوم ضاغط من كل النواحي. ايوه، يعني مين اللي اداك الفيديوهات في الاصل؟ مين ده؟ وأزمة إن هو يوم ما طلبنا من الاي بقى إن هو يحل لنا القضية، راح جايب اسم أنا. هي الناس أصلا اللي بتتهمني هذا الاتهام بتقوله وهو قلبهم مكسور، اوعى تكون انت، والنبي ده احنا بنحبك، اوعى تطلع انت. بس ما بقولش اي حاجه، بفضل ساكت وببعت الايموجي، عارفه اللي عامل كده. والله بجد جت مكالمات كتيره جدا جميله وتبسط، وده احنا تحس ان واحد من العيله، وده حبيبنا قوي، يعني حاجات بصراحه تبسط جدا جدا.